مع اول حوض طبيعي حضرتك هتأسسه، حضرتك هتقدر تستمتع بحوض طبيعي بينبض بالحياة، بتعيش فيه الأسماك والنباتات في صحة وسعادة، وهتقدر ساعتها تكتشف قدرة الطبيعة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وانت بتستمتع بتطور النظام داخل الحوض بتاعك وتطور الكائنات الحية فيه، وهتكتشف ان حضرتك ولأول مرة بتشوف الجمال والعظمة اللي هتشوفهم في الحوض الطبيعي، واللي أضمنه لحضرتك وأوعدك بيه ان حتى لو سبق ليك انك ربيت نوع معين من الاسماك او نوع معين من النباتات في الاحواض التقليديه، هتكتشف ان انت بتربي نوع جديد تماما في الحوض الطبيعي من اللي هتشوفه في تطور سلوكها وازدهار الوانها، من غير ما تمر باي ضربات او اي مشاكل تحبطك او تقلل من شغفك تجاه الهوايه.